بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقل اعملوا وسيرى الله عملكم. الكريمة يعني اللي هي تدعو إلى التوافق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هل أن رجلا يحترم آيات الله اللي يقرأ فيها بالليل والنهار علينا في خطاباته عنده القدرة على أن يدافع على نفسه لما يضرب الناس خارج من المساجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وهل أصدق من الله قيلا؟ طبعا لا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أعودها عشان نستفهم الآية اللي هي هو تعليق على كلام سير رشدي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. بس يطلع يزايد علينا في خطاباته بآية الله يستشهدها زورا وبهتانا، ثم يضرب المساجد باللكريموجان وفيها المعاق، فيها الرجل الكبير وناس مصوره، فيها ناس متعديه اضطرتها ظرفا تصلي هنا. الشعب يريد اسقاط الحكومه باكملها. وين السبسي ميم با توا عنده ساعه قبل ما تصير المظاهرات روح لداره، معناها عارف مسبقا باللي باش يصير، هو مخطط للشيء هذا، اول مره يروح بكري في حياته، توا عرضنا مروح، عرفنا شنو باش يصير. أسوة بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم والسلام عليكم. ويزايد علينا بشيخوخة كاذبة تسفها أفعاله السيئة والبذيئة. عندي رسالة نحب نوصلها إلى الباجي قائد السبسي اللي يحكي بآيات قرآنية وكما حكى مع صحفية وشدها في الميكرو نتاعها، قل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل أنت غيرت ما في نفسك يا شيبة العار؟ هل أنت غيرت ما في نفسك حتى نغير ما في أنفسنا؟ أنت من عام 1926 وكاهب على المياه وانت ما غيرتش ما في نفسك. كيفاش حبنا احنا شباب نغيروا فيها ما في انفسنا اذا كان انت ولي علينا؟ تحكي على اسرائيل، تدافع على اسرائيل، تقول لي وزير مشى لاسرائيل تدافع عليه عادي. هو قال شنو؟ قال مشى فين في اسرائيل ولا فين؟ اسرائيل سياسه الحكومه نتاعو هذيك. هاوينهم توا برا ما تتبعوا راهم. جاوبت هو كونه ما نراش فيها شيء اخر لا اكثر ولا اقل. احنا رانا شعب مسلم كيفاش تبعث لاسرائيل؟ احنا ضد التطبيع في فتره حرجه جدا نقام فيها تطبيع مع اسرائيل. تدافع عليه كل واحد منكم ولا هو نفسه مستعد للذهاب الى اسرائيل؟ تذهب الى اسرائيل انت واياه الى الجحيم. وحسبي الله وحده ونعم الوكيل. بعد قال وانه السيد وزير لم يدن التدخل اللي يوصل الى حد ملاحقه مواطنين داخل بيت عباده حتى وان كانت باذن من وكيل الجمهوريه وبحضوره، ولكن هل كان ضروري؟ ملاحقة من؟ ملاحقة مواطنين داخل بيت العبادة في الاعتصام. لو كان نشوف من هم اللي دخلوا تلقى في ظروف سيئة جدا، يعني لربما دنسوا حتى المحل، بحيث كان من الضروري حفاظا على بيوت الله أن تدخلنا حتى تبقى بيوت الله للمصلين لا لغيرهم. ربما يكونوا احتماوا من يمكن اداء رجال الامن، احتماوا ببيت العباده. ما اعتقدش هذا. لي بومب لاكريموجين. اللاكريموجين ما دخلوش بيت العباده وفي الشارع. اللاكريموجين ما دخلوش بيت العباده وفي الشارع. اللاكريموجين ما دخلوش بيت العباده وفي الشارع. اللاكريموجين ما دخلوش بيت العبادة وفي الشارع. وشفنا يعني وأن في جميع من وقع اغتياله والحقيقة وقتل، يعني ما ثماش واحد اللي وقع اغتياله من فوق، كلهم على حسب التشريح الطبي، يعني ما ثماش. ما نسامحكش قدام ربي لا دنيا لا آخرة، لا أني لا فاميلتي
لاخواني الشهداء 300 شهيد وتقول لي قناصه اشاعه. تتمنيك علينا تقول لي القناصه اشاعه بينما لا ضربوهم على الارض. يا اخي ضربوهم على الارض ولا ضربوهم في السماء؟ من كل ضربوهم 300 شهيد. 300 شهيد زعما ماتوا من فوق شهداء ولا ماتوا من تحت مش شهداء؟ تستبلى في شكون؟ ومن يقول ثم قناصه انا قلت لهم علنيا من يعرف انسان واحد يعلم انا اقول لك اقول لي انا اقول لك انا ما اسمه من؟ اقول لك بالاسم. ايه تعطيني؟ اهل تالا حينما ذهبت انا الى تالا قالوا ان الحمله التي كانت ضد المدينه كان على راسها العميد يوسف بن عبد العزيز، واهل تالا يتهمونه بقتل 7 من ابنائهم. وأنا قابلت شهود وعندي أسماءهم. الثاني الذي أهل القصرين قالوا عنه وأهل المنطقة أخبروني، قالوا خالد بن سعيد، وهو سبق وأن أدانه القضاء الفرنسي ب12 عاما سجنا وهرب من فرنسا، وهو الذي قام بإخماد انتفاضة الحوض المنجمي في العام 2008. قالوا أنه كان يقف وراء كل هذه الأشياء، بحيث باش نقطعوا دابا الحكايات هذه اللي ترجع كيف الإنسان عنده لبانة يبدأ يمر فيها في الهواء، من عنده اسم معين وشخص معين يقول لنا عليه. هذا من الأسماء أنا ما نعرفوش كل. إذا كانت تعطيني هالأسماء ثبتهم، إذا كانوا ما همش في السجون يعني أنا حقق معاهم. من عنده اسم معين وشخص معين يقول لنا عليه. والمشكلة قالوا لي شكون قتلوا، ما حبوش يشدوه، توا مسيب اللي قتلوا. شكون قتلوا؟ قتلوا حسن القاسمي بوليس. ما حبوش يشدوه، توا مسيب اللي قتلوا. شكون قتلوا؟ قتلوا حسن القاسمي بوليس. وين يخدم كان تعرف؟ قالوا لي شويه، قالوا لي حسن القاسمي البوليس قتلوا. توفى نهار 11 جانفي في معتمدية دقاش، كان ضمن مسيرة سلمية. عبد القادر مكي خويا، كانوا معاه زوج شبان اخرين من دقاش، لمجد الحامي وماهر العبيدي. 3 شهداء قتلهم مجرم واحد، سفاح واحد، اللي هو الملازم اول من حرس الوطني طيب عميمي. احنا عندنا ما يفيد وعندنا شهادات يا سيدي. نقول لكم اللي عنده شهاده في الموضوع يتفضل. اذا انا نحب واحد يبعث لي يقول لي انا محمد بن عندي بن كذا، عندي كارت دونتيتي نتاعي نمرو كذا، راهو سي فلان الفلاني قناص. اما هكا في المهبوطه ما ثماش، ما لقيناش الحكايه هذه. نهار 11 جانفي 2011 اطلق عليهم الرصاص الحي، استشهدوا. المجرم السفاح تم نقله في ليلتها، نقله الى المسير، واليوم من هذا على ذمه العمل. من قتل الشهداء سيد الوزير الأول؟ نعم؟ من قتل الشهداء؟ كل من وقع قتله فإن من قتله أما موجود في السجن ومحل تتبع. كل من وقع قتله فإن من قتله أما موجود في السجن ومحل تتبع. الأكثر وأدهى أمر من هذا كل يوم 18 أبريل تم ترقيته من ملازم أول ولا نقيب. الأكثر وأدهى أمر من هذا كل يوم 18 أبريل تم ترقيته من ملازم أول ولا نقيب. معناها وزارة الداخلية عاملة مسابقة من يقتل أكثر، عاملة مسابقة ما تم معنى الكلمة. سحبيب الصيد عامل مسابقة اللي يقتل أكثر يزيد يعلق لها أكثر على حساب دمر لأولادنا. تبعنا العدل وتبعنا القانون، قدمنا قضايانا في المحكمة الابتدائية بتوزر، تم التحقيق. المتهم ما حبش يحضر، اصدروا في حقه بطاقه جلب اولى ما حبوش ينفذوها زملائه، بطاقه جلب ثانيه كيف ما تنفذتش، عجز قاضي التحقيق في توزر. حاله للمحكمه العسكريه يوم 28 ماي محكمه عسكريه بصفاقس، 20 جوع تم التحقيق في القضيه وتم استدعاء المتهم استدعاء مباشره تسلمه، لكن ما حضرش. لاخر وقت قعدنا نستنوا، خرج لي قاضي التحقيق قلت له سيد الرئيس وين المتهم؟ وين المجرم؟ وين السفاح؟ قال لي مش جاي. ليه قلت مش جاي يا سيد الرئيس؟ علاش ما يحضرش؟ قال لي راه كلمني امر الحرس الوطني بالمسير قال لي ما يحضرش، قال لي راه خايف لا يحضر توقفه. متهم بالقتل عمد في 3 قضايا خايف لا يحضر المحكمه العسكريه توقفه. وفي المناطق الكل خاصه في القصرين الحاكم التحقيق نتاع اللي موجود في القصرين استنطق 250 عبد، وكلهم اللي معناها موجودين واللي اللجنه معناها نظرت فيهم اغلبهم معناها وقع معناها بالتدقيق ووقعوا موجودين في التتبع، محل تتبع.
قلت له سيد الرئيس عندك جنود، عندك شرطه عسكريه، ابعث وقفه، ابعث في بطاقه جلب. قال لي لا ما نبعثش جنود يقتلوهم لي في المسير. الجيش خايف نعاون امن، جيشنا اللي باش يحمينا اليوم وقفتنا في يوم عيد الوطني للجيش الوطني. خايف من نعاون امن، اليوم انا هذا تونس ما تنجمش بعد خروج المقلوع ما تنجمش تحاكم مجرم مهما كان صفته، مهما كان صفته ولو عاون امن يا خويا مجرم. قدم القضاء، ماناش طالبين المستحيل، طالبين يتقدم القضاء، ماناش طالبين المستحيل. هل تؤكد الآن أنه لن يفلت أحد من العقاب وأنه لا أحد فوق القانون؟ لو يفلت أحد لم يفلت أحد ثبت في شأنه الإدانة. تتحمل المسؤولية أمام الشعب عن هذا؟ لا نتحمل ساعة المسؤولية أمام الله قبل الشعب، لا نتحمل ساعة المسؤولية أمام الله قبل الشعب، والشعب اتبع. وينك تصدق عليه بهيبة الدولة؟ وينك يا سي السبسي؟ سحبي بالصيد أخويا، دلوا على دم رجال، تعلق له في نجمة ثالثة. دمنا مش رخيص أخويا راه. صحيح قاعدين يتبعوا في القضاء، ها والقضاء يتبعوا فيه. هاي القضية، هاي قضية شهيد عبد القادر، لكن عندها حد راهو، عندها حد. تطيح القضية ذي، يطلع كفني يقول له، هاو كفني يا حبيب الصيد، هاو كفني يا البصة، هاو كفني يا السبسي. دم خويا ماشي يفلت فيه. دم خويا والله يكون نازل بيديا، والله ماني فلت فيه. افهم الرسالة ذي، هذا كفني غيتنا بيديا. افهم الرسالة ذي. العادل فوق كل اعتبار. العادل يا عادل يا قوة، يا عادل يا قوة، ما نجم في دم اولادنا. افهموها الرسالة ذي، افهموها كما تحبوا تفهموها. كانكم مستعدين مش حق العدل ما رحبا به، ماكم مستعدين احنا مستعدين للدم. كان الجيش يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.